مساء الخير على احلى متابعين لقناتي فرن الابداع. النهارده هعمل لكم شويه سجق حلوين جدا. هوريها لكم من اول ما بنعمل اللحمه ازاي هنعملها ونحولها لسجق لغايه لما بنسويها بالجمال والحلاوه دي. هتتابعوني هنشوف هنعمل ايه مع بعض واحده واحده. المكونات مش صعبه خالص صدقوني، وهتعملوها انضف من الجاهز. طبعا الاسعار بره غاليه جدا دلوقتي وحاجة مش نظيفة. انت هتعملي في بيتك حاجة نظيفة هتحبوا طعمها، ولا يقارن طبعا بالمنتجات بتاعة المصانع او حتى بتاعة الجزارين. انت هتحطي حاجات نظيفة زي ما انت شايفة شكلها زي اللي بتشتروه جاهز واحلى. كمان بتتحكمي في نسبة الدهون اللي بتدخل جوه جسم اطفالك وهتبقي عارفة انت بتأكليهم ايه حاجة نظيفة. تابعوني بس واعملوا لايك وسبسكرايب، اعملوا شير للفيديو علشان الكل يستفاد وعلشان القناة تكبر بيكم. اول حاجة معايا هجيب في الكبة احط الفلفل. ضربته ضربة حلوة، ده فلفل احمر. حطيت قرنين اللي هم كبار، حطيت حتة صغيرة من اللية. ببدأ اقطعها بالشكل ده. حطيت كمان معلقة صغيرة من الثوم اللي هو الفريش، لان انتوا عارفين السجق بيحب قوي الثوم. بحط نص كيلو من اللحمة المفرومة، الدسم بتاعها 20% علشان خاطر يديني الطعم والتيست بتاع بره اللي هو الجاهز اللي بنشتريه، لان هو بيبقى فيه نسبة دهون كبيرة. بالنسبة للتوابل معايا معلقة من الكزبرة، معلقة من الكمون، معلقة من البابريكا، ومعلقة من الحلبة المطحونة، ومعلقة من اللي هي البهارات اللي بتبقى بتتباع بتاعة السجق دي، بتتباع جاهزة. الحاجات دي بتدي طعم حلو قوي. هي دي كل المكونات. طبعا بحط نص معلقة من الملح. ما تكتروش لان احنا واحنا بنسوي لسه السجق هنحط كمان ملح. لو حابين تزودوا نحطوا معلقة، بس تخلي بالكم وانتوا بتسووها. ضربتها ضرب حلو خالص، وبدأت ان انا بايديا برضو مشيت ايديا فيها. وعشان ما عنديش المكبس بتاع السجق انا جبت قمع عادي خالص بلاستيك، وبدأت ادهنه بالزيت علشان يسهل معايا حركة اللحمة. ده هنك بيتباع عند الجزارين ومش غالي، يعني بتجيبي كمية كبيرة جدا بتطلع معاكي كام كيلو، مش بمبلغ كبير. بتبدأي ان انت تدخليها من القمعة كده بالراحة، بس انا الزيت كان بيزحلق ايدي يعني، فبالراحة وانتوا بتحطوا. وهنبدأ ان احنا بايدينا ندخل اللحمة، هتنزل معانا في الهنك معايا، وتبقى مليانة زي ما انتوا شايفينها كده كل الكمية. انا لقيت بس الزيت بيزحلق في ايدي مع جوانتي فقلعته، وبدأت ان انا اشتغل بايدي زي ما انتوا شايفين. هنعمل كل الكمية بنفس التكنيك، سهلة جدا صدقوني. ممكن كمان في التوابل بتاعة السجق اللي انتوا بتشتغلوا بيها ممكن توفروا كل اللي انتوا حاطينه ده. ولو رحت عند العطار وقلت له عايزة خلطة سجق هيديها لك جاهزة ب10 جنيه، حلو قوي على الكمية اللي انا عملتها دي. انا دلوقتي عملت كل الكمية، يعني بسم الله ما شاء الله النص كيلو طلع معايا اكتر من كيلو من السجق زي ما انتوا شايفينه، وشكله حلو قوي. هبدأ ان انا اسويه معاكم دلوقتي. عايزه اقول لكم ان هو مش بياخد خالص في التسويه، يعني 10 دقايق بيكون جاهز. بجد طعمه حلو قوي. تعالوا بس نشوف دلوقتي هنسويه ازاي. اول حاجه معايا انا هجيب طاسه احطها على النار، حطيت شويه زيت وحطيت حته ليه صغنونه، ده حسب الرغبه، لو مش حابينها براحتكم. معايا بصله متوسطه مقطعاها شرايح، يعني نص دايره كده. هبدأ ان انا بس اشوحها شوية. والسجق ده انا كنت حمرته، بس الكاميرا فصلت مني وانا بحمره. اديته الاول تحميرة علشان يمسك نفسه، بعد كده قطعته. لو قطعتوه كده من غير ما تحمروه مش بيبقى ماسك روحه، وهيبدأ يطلع من الهنك معاكم. فعشان كده انا اديته تشويحة وقطعته بالمنظر ده. دلوقتي بعد ما دبلت البصلايه ونزلت بالسجق اديته تقليبه، نزلت معايا بقرنين فلفل اللي هما القرنقوطي وقرن فلفل ملحاني. براحتكم برضو في الفلفل الحراق ده بيبقى اختياري. نزلت كمان بطماطمتين كده متقطعين شرايح طولية بالمنظر ده، وهبدأ ان انا اقلبهم واسيبهم يتسبكوا مع بعض. حطيت نص معلقة صغيرة من الملح،
نص معلقة من الكزبرة المطحونة ونص معلقة من الفلفل الأسمر. ما تكتروش في التوابل لأن احنا كنا حاطين توابل في السجق، فعلشان الطعم ما يغيرش معاكم ويملح. اديته تقليبتين كده وسبته كده على النار زي ما انتوا شايفينه دابل شوية، بس الخضار لسه فيه القرشة الحلوة. ببدأ اعمل سندوتشات بتاكلوه كده مع شوية مكرونة مع شوية رز. بصراحة طعمه حلو قوي، ريحته جميلة، يعني هتشموها لآخر الشارع. اتمنى تجربوا الطريقة والوصفة اللي انا قايله لكم عليها. بجد هتنبهروا بالنتيجة النهائية. ما تنسوش بس تعملوا لايك وسبسكرايب، فعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ولو في اي استفسارات انا تحت امركم.